توفيت في مثل هذا اليوم منذ 18 سنة سعاد نصر، الفنانة خفيفة الظل، صاحبة الحضور القوي. كتب: خطاب معوض، خطاب الفنانة سعاد نصر، خفيفة الظل وصاحبة الحضور القوي والحس الكوميدي العالي والابتسامة الجميلة والطلة المميزة التي أدخلتها قلوب الكثيرين. تركت بصمة لا تنسى في أعمالها الفنية التي قدمتها في المسرح والسينما والتلفزيون، حيث قدمت دور الفتاة والزوجة والأم المصرية بطريقة كوميدية ومرحة، وارتبط بها عدد كبير من جماهير المشاهدين وأحبوها لعفويتها وبساطتها. وهي تعد واحدة من الفنانات القريبات من قلب المشاهدين، وتنوعت مشاركاتها الفنية ما بين الكوميديا والتراجيديا، وإن كانت الكوميديا قد غلبت على معظم الأعمال الفنية التي شاركت فيها. وقد ولدت الفنانة سعاد نصر في يوم 12 من مارس سنة 1953، والجدير بالذكر أنها قد قامت بإجراء عملية شفط دهون في يوم 27 من ديسمبر سنة 1905، ولكنها دخلت في غيبوبة لمدة تزيد عن سنة نتيجة إعطائها جرعة تخدير زائدة، وتوفيت رحمها الله في مثل هذا اليوم منذ 18 سنة، وتحديداً في يوم 12 من مارس 5 يناير سنة 2007، عن عمر يناهز 54 سنة. وكان مجموعها في الثانوية العامة سبباً في دخولها عالم الفن، حيث كانت أسرتها ترغب في إلحاقها بكلية الآداب، ولكنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واختارت قسم النقد تلبية لرغبة أفراد أسرتها الذين كانوا يأملون أن تصبح ابنتهم صحفية. ولم يخطر ببالهم أن تحول وجهتها من قسم النقد إلى قسم التمثيل، بناء على نصيحة أستاذيها سمير العصفوري وكرم مطاوع، اللذين وجدا فيها مشروعاً لفنانة كوميدية تكمل مسيرة نجمات الكوميديا السابقات. ولم تعلم أسرتها بانتقالها من قسم النقد إلى التمثيل إلا في السنة الدراسية الأخيرة. ومن أهم الشخصيات التي جسدتها سعاد نصر في أفلام السينما المصرية شخصية بائعة السندوتشات في إسكندرية نيويورك، وبائعة اليانصيب في حدوتة مصرية، وماري في العاصفة، ووالدة ريهام في جواز بقرار جمهوري، وعنبة البقالة التي تهوى التلحين في علي سبايسي، وأم حنتيرة في صايع بحر، وعصمة زوجة مخلص في الغيرة القاتلة، وسنية في المتوحشة، وعبلة توفيق في ولا عزاء للسيدات، وصابرين في هنا القاهرة، وزينب في خليل بعد التعديل، وسلوى في الضائعة، وفاطمة في القط أصله أسد، ونجوى في بيت القاضي، ودلال في فارس المدينة، وبهية في أبو كرتونة، وفردوس في المزاج. ومن أهم الشخصيات التلفزيونية التي جسدتها شخصية دلال في رحلة المليون، ومايسة في يوميات ونيس، وإنعام زوجة رحيم المنشاوي في الليل وآخره، وعنابة زوجة جحا في جحا المصري، وسنية في بوابة الحلواني، وفايزة في اليقين، وسميحة في هند والدكتور نعمان، وزهرة في أبواب المدينة، وسعدية في السمان والخريف، وأمينة في الكابتن جودة. وفي المسرح تعد شخصية حورية في الهمجي واحدة من أهم الشخصيات التي جسدتها، بالإضافة إلى مايسة في عائلة ونيس، والمونولوجيست طفطف في جوز ولوز.